بزاف ديال الناس كيقولوا باللي الاهتمام الزائد كيكون ضعف، ولكن في الحقيقة اللي كيقول هاد الهضرة غالبا ما عمره ما كان عنده قلب كيحس بعمق. راه ماشي سهل يكون عندك قلب كيرد البال للتفاصيل الصغيرة اللي بزاف ديال الناس كيدوزو عليها بلا ما يردوا ليها البال. قلب كيتفكر كل كلمة تقالت ليه واخا يدوزو شهورا، وكيتفكر نبرة الصوت، وكيسول على الناس وكيهتم بهم واخا هما ما كيسولوش فيه. قلب كيحاول يفهم الناس ويعذرهم واخا كيكون هو اكثر واحد محتاج اللي يفهمه. الناس كيشوفوا الاهتمام الزائد ضعف، ولكن ما كيشوفوش الثمن اللي كيخلص مولاه. ما كيشوفوش شحال من مرة كيبات كيخمم، وشحال من مرة كيراجع المواقف في دماغه، وشحال من مرة كيتألم في صمت وما كيهدرش. حين القلب اللي كيبغي بصدق كيتألم كذلك بصدق. انا من الناس اللي كيتعلقوا بالتفاصيل وما كينساوش الذكريات بسهولة. بعد المرات كنقول بيني وبين راسي يا ريت كون غير كنت بارد شوية، ويا ريت كون غير ما كنتش كنحس بهاد المشاعر كاملة. ولكن من بعد بديت كنفهم باللي المشكل ماشي في القلب اللي كيحس، المشكل في الدنيا اللي ولات كتعتبر هاد الاحساس الزائد عيب. وبالرغم من هاد الشي كامل عمري ما نتمنى نولي انسان خاوي من الداخل، حيت بصح ان الاحساس العميق كيجرحك مرات كثيرة، ولكن انعدام الاحساس كيقتل اجمل حاجة فيك شوية بشوية. غادي نفضل نتألم على انني نولي ما كنحس بوالو، وغادي نفضل نبقى انسان كيحب وكيخاف على الناس وكيهتم بهم، على انني نولي مجرد شخص بارد ما كتحرك فيه حتى حاجة. يمكن هذا القلب عياني بزاف، ويمكن علمني الحزن اكثر من الضحك، ولكن علمني معنى الوفاء والصدق والاحساس الحقيقي بالناس. وإلا كان خاصني نختار بين قلب كيتألم لانه كيحس بزاف وقلب مات فيه الاحساس وما بقى فيه والو، غادي نختار قلبي كما هو، بكل ضعفه وبكل ألمه وبكل الصدق اللي فيه.